أكد الهلال علو كعبه وحسم قمة الدوري الرواندي أمام فريق الجيش، محققا فوزا مستحقا قاده إلى صدارة الترتيب في مواجهة حملت الكثير من الدلالات الفنية والمعنوية. انتصار لم يكن مجرد 3 نقاط، بل كان رسالة واضحة عن جاهزية الهلال قبل معركته الإفريقية المرتقبة أمام سانت إلوي لوبوبو في دوري أبطال إفريقيا. ودخل الهلال المباراة بعزيمة واضحة على تحقيق الفوز، وفرض أفضليته منذ الدقائق الأولى، حيث كانت البداية هلالية خالصة، ونجح الحاج ماديكي في افتتاح التسجيل بعد تنفيذ متقن لركلة ثابتة وضعها في الشباك بكل ثقة وهدوء، معلنا تقدم الأزرق ومؤكدا أن الفريق جاء من أجل الفوز لا غير ذلك. واصل سيد البلد سيطرته على مجريات اللعب، وتعددت محاولاته الهجومية لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق بهدف دون مقابل. وقبل صافرة النهاية ظهر الساحر جان كلود ليضع بصمته بتمريرة حريرية متقنة، وجدت الموهوب فلومو الذي لم يتردد في إيداع الكرة داخل الشباك، معلنا للهدف الثاني الذي أنهى المباراة تماما. وبهذا الانتصار لم يكتفي الهلال باعتلاء صدارة الدوري الرواندي فحسب، بل أكد شخصيته القوية وقدرته على حسم المباريات الكبيرة، ليبعث برسالة واضحة لمنافسيه في القارة السمراء بأنه قادم بثقة وجاهزية كاملة، واضعا نصب عينيه مواصلة التألق في دوري أبطال إفريقيا. كنت معكم مدثر محمد، تابعوني لمزيد من التقارير.